اليوم راح نشوف شنو هو سبب نجاح لعبة بلود سترايك، فلازم عشان نعرف شنو هو سبب نجاحها لازم نتحول إلى المحقق كون. طبعا بعد تحليلات دامت إلى 10 دقائق قدرت توصل النتيجة انه هسه حاليا اغلبية الالعاب المشهورة مثل لعبة كول اوف ديوتي، لعبة بوبجي، لعبة فري فاير، يعني حرفيا كلهم ماتن العاب صارت مملات، العاب يعني صار مكررات، ما ادري شلون اقول لكم. اجت فرد الشركة وسوت لعبة، نسيت اسم الشركة طبعا، لكن سوت فرد لعبة اسمها فار لايت 84 محبوبة الجماهير طبعا اللي الكل يحبها. فاللعبة شوي شوي بدأت تضيف بهارات من عندها، بدأت تحذف بهارات، ظلت ما ادري شو تسوي، فاللعبة فشلت. فاجت هنا فرد الشركة اسمها كان نبت استغفر الله هسه المهم راح تطلع اسمها قدامكم، هاي هو الاسم مالها. فاجت سوت لعبة اسمها بلود سترايك، فنزلت هاي اللعبة يمتى نزلت بوقت انهيار لعبة فار لايت، فاغلبية يعني حوالي 60 الى 70% من جمهور فار لايت انتقل الى لعبة بلود سترايك. فبهاي الحالة اغلبية اللاعبين اللي كانوا داخل فار لايت انتقلوا الى بلود سترايك، واللعبة بدأت تكسر ارقام وتحطم ارقام. وحتى من لواعيب بوبجي موبايل، لواعيب كول اوف ديوتي، فري فاير، همين اجوا ولعبوا لعبة بلود سترايك. فحرفيا هاي اللعبة اخذت من كل لعبة موجودة جمهور، يعني اخذت لها فرد هيك 10% 20%، وهذا اللي اتوقع اللي صار خلى اللعبة تنجح. بعد ما ادري انا حد هنا اللي قدرت استنتجه، لان انا كنت لاعب فار لايت ومن شفت لعبة بلود سترايك نزلت ردت انزلها، ولكن بعد شوي صار لي مشاكل وهاي قلت لا انزلها، ولحتى اذا تحبونها راح انزل اللعبة ونسوي عنها مقطع ونلعبها. شو تقولون، ايش رايكم؟ بس شباب اللي هنا انتهت تحليلات المحقق كونان، ولا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم بالمقطع الجاي. يلا في امان الله.